مرحبا بكم يا أوفى متتبعين لقصتكم صوتي. انتم الركاب اللي عمرهم ما كيهجروا هاد القطار ديال الحكايات، كتسافروا معنا من محطة لمحطة ومن قلب لقلب. انتم الكراسي اللي عمرها ما كتخوى، والضحكة اللي كتلوح من الشراجم ملي كتدوز القصة قدام العيون بشوية. والسفر يا أحباب ماشي ديما غير انتقال من مدينة لمدينة، مرات كيكون قنطرة بين البارح واليوم، ومرات كيكون قاطرة عامرة بالشوق للأهل، ومرات كيكون محطة ديال النسيان كتسرق منا ملامح الوجوه وحرارة الضحك، حتى لو ولينا غرباء على الحوض اللي كان هو دارنا ووطننا. سلام. في مراكش، المدينة الحمراء وقلوب الدفا، كان شاب سميتو عثمان، عيونو كيلمعو بالحلم ملي صغير، ودنيه عامرين بالصفارة ديال القطار، بحال إلا كتغريه يخلي اللي فات ويمشي بعيد. كبر عثمان والحلم ديال السكة جابو حتى لفرنسا، شد ديريكسيون ديال الترام وبدا كيسوق شرايين ديال المدينة ماشي ديالو، فيها الهضرة مختلفة والبرد، ولكن الفلوس كانت كتسخن الكفوف. كل محطة كتزيد تباعد بينو وبين مراكش، كل كيلومتر كيحول صوت مو لصدى بعيد، ووجه مرتو وبنتو الصغيرة كيولي في التليفون غير صورة ما فيها لا ريحة ولا حضن. ولدي امتى غترجع؟ بنتك كتكبر وكتسول عليك. كيجاوبها عثمان كيف كل مرة، غير عامين امو ونفرش لكم الدنيا كلها ورد. ولكن العامين ولات 5، والخمسة جرات 7، وهو كيزيل الغربة بالأورو، ونسى أن القلب عنده ميزان آخر. في نهار شتوي وسط الضباب، عثمان وقف الترام فوق السكة، جاتو مكالمة، الصوت كان بحوح بعيد كيقول غير جملة وحدة: بنتك مشات عند الله عثمان. السكة تخبلات وروايد الحديد بقاو كيدورو في ودنيه، بحال إلا كيلوموه: فين كنتي؟ فين كنتي؟ فين كنتي؟ دفن يوسف الحلم ديالو مع بنته في مقبرة باردة في فرنسا، وحس براسو بلا مدينة بلا زمان، بحال قطار مشى بلا ركاب. باع كل شي وشد طريق مراكش، وقلبو ناقصة فيها شي حاجة. بدل صفارة الترام صوت جرس المدرسة، دخل الأقسام فين كانت كتقرا بنته المرحومة، كيحكي لوليدات صغار على الحلم اللي كيحلى غير بالناس اللي كتحبهم حداك. كيوقف قدام السبورة ويرسم السكة، ويشرح كيفاش كل محطة بلا عائلة حفرة. كل جمعة مع الفجر كيمشي لمحطة القطار ديال مراكش، يوزع الخبز والحليب على المسافرين والعمال والناس اللي دايزين، ويجلس في المحطة يسمع لصوت انطلاق القطار باش يذكر راسو أن الصوت الأكبر
هو الضمير ديالو. اليوم يوسف ما بقاش سائق الترام في الغربة، ولاو الناس كيناديوه مول الدرب اللي رجع السكة للقلب. كل ما يسمع صفارة القطار كيدعي يا ربي ما يضيع حتى واحد وقته بعيد على اللي كيبغيه، حيت السكة قد ما طوالت لابد للسفر من نهاية. الدرس اللي تعلمناه من قصة عثمان أن الغربة ماشي غير بعد المسافة، ولكن هي النهار اللي كتغيب فيه على حياة الناس اللي كيبغيوك. والوقت مهما عطانا فرص ما كيعوضش الحوض اللي فات. يا أوفى متابعي سلطانة، خليو السفر وسيلة ماشي غاية، وعمرو ما حطات حياتكم بالناس اللي كيضيفوا للرحلة معنا، وبقاو ديما معانا في قصتكم بصوتي، حيت كل محطة جاية فيها قصة قادرة تغير حياتنا. سلام.